من برنامج رحلة في الذاكرة، ويسرني أستضيف في هذه الحلقة من جديد الدكتور سيرجي أوسيبوف. دكتور مرحبا بك من جديد. طاب يومكم. إذن بعد مأساة أورميا والإبادة الجماعية التي تعرض لها مسيحيو هذه المنطقة، التقى الأمير نيكولاي رومانوف بزعيم الأشوريين مار شمعون بنيامين. ماذا كانت الاستراتيجية الجديدة التي تم وضعها آنذاك؟ تكمن المسألة في أن مار شمعون بنيامين تقدم من زمان باقتراح إلى والي روسيا السابق إلاريون فرانتسوف داشكوف وإلى الإمبراطور نيكولاي الثاني نفسه حول توحيد الكنيستين والشعبين. أراد أن تنضم المناطق الآشورية إلى الإمبراطورية الروسية، وقد كانت هذه فكرة قديمة جدا، لكن أحدا في روسيا لم يتجرأ بالطبع على اتخاذ مثل هذه الخطوة الجذرية. وفي الفترة التي اندلعت فيها الحرب العالمية الأولى وأصبحت تركيا عدوا مباشرا للآشوريين، قرر الأمير نيكولاي رومانوف بشكل معقول كما أعتقد أن بإمكان الآشوريين أن يصبحوا بمثابة الطابور الخامس أراضي العدو، وسيكون بإمكانه الاعتماد عليهم في الحرب ضد الإمبراطورية العثمانية. لهذا قرر حاكم القوقاز الروسي الالتقاء ببطريرك كنيسة المشرق الآشورية، لأن البطريرك كان زعيما روحيا وسياسيا في الوقت نفسه. لم يكن لدى الشعب الآشوري قائد آخر، وقرر الوالي الالتقاء به لبحث خطط المستقبل ولوضع استراتيجية مشتركة. نعم، لوضع استراتيجية لاشتراك الآشوريين في العمليات الحربية. وكان اللقاء مهيبا، إذ اجتمع عدد كبير من الناس في الساحة المتاخمة لمحطة السكة الحديدية، واستقبلوا الآشوريين بلافتات داعمة لهم. ثم جرى لقاء عند قصر الوالي في تفليس في ساحة غوابين. كل شيء جرى على مستوى عال جدا. وأرسل مار شمعون بنيامين رسالة شكر إلى الإمبراطور نيكولاي الثاني، وتلقى الجواب الذي جاء فيه أن موقف الإمبراطور إيجابي من هذا اللقاء في تفليس. واتفق الطرفان على تشكيل فصائل آشورية ضمن الجيش الروسي كما فهمت. نعم، كتائب وطنية. وكان من المقرر أن تصبح هذه التشكيلات جزءا من الجيش الإمبراطوري في القوقاز. بصراحة أحاول من الجمع بين الدبلوماسية السرية والأحداث على الأرض. وحدث أن الدبلوماسيين الإنجليز والفرنسيين والروس اتفقوا على تقسيم الشرق الأوسط، وأقصد اتفاقية السازونوف سايكس بيكو، والتي بات يعرفها الجميع الآن. وتبين من تسلسل الأحداث كما لاحظت أن روسيا أخذت في هذه الفترة تقريبا، أي بعد توقيع هذه الاتفاقيات، تنجر عسكريا لتثبت على الأرض ما تم الاتفاق عليه على الورق. أي أن روسيا أرادت أن تثبت مواقعها في المناطق التي كان من المقرر أن تغدو تحت السيطرة الروسية. وبهذه الصورة توجه الجيش لتعزيز تلك الاتفاقيات التي كانت قد أبرمت بين البلدان الحليفة. كانت هذه العمليات العسكرية ناجحة جدا، تم الاستيلاء على أرض روم وطرابزون. نعم، وقد لعب الأشوريون أيضا دورا فعالا هنا بقيادة القائد العسكري أغا بطرس إليا البازي والقادة العسكريين الآخرين. وكما فهمت من كتابك فقد حاربوا بشكل جيد، بشكل لا بأس به في الآونة الأولى. ولكن ما حدث فيما بعد كان عكس المتوقع. فبعد أن تم إحراز مثل هذه النجاحات الجيدة، وبعد أن تم الاستيلاء على الكثير من الأراضي وتقدمت القوات لاحقا إلى أبعد من ذلك، بدأت ثورة أكتوبر عام 17 وانسحبت روسيا من الحرب العالمية. كان من الممكن أن يكون كل شيء غيران، ولعله كان بإمكان نيكولاي الثاني أن يحقق حلم والده بالاستيلاء على القسطنطينية، لا سيما وأن الأمور كانت باتجاه تفكك الإمبراطورية العثمانية، وأن روسيا تستطيع توسيع أراضيها في هذه المنطقة بشكل ملموس. في هذه الحالة كان من الممكن أن تظهر لدى الآشوريين والأرمن فرصة لتشكيل الحكم الذاتي على الأقل في هذه المناطق، إن لم يستطيعوا تشكيل دولتين مستقلتين. نعم، وكانت له اعتبارات معينة في هذا الصدد. فمثلا قال الأمير فلاديمير أرلوف في تلك الفترة ما يلي: يمكن للآشوريين الذين دمرتهم الحرب أن يطلبوا المساعدة من روسيا فقط، وإذا رفضنا ذلك سضرروا بشدة القضية الروسية التي نحاول نشرها بصعوبة في بلاد فارس، لا سيما أن هذه المساعدة من الممكن أن تقدمها الدول الأخرى وخاصة أمريكا، لأنه ظهرت في ذلك الوقت امتيازات أمريكية قوية سواء في بلاد فارس
أو الإمبراطورية العثمانية. لم تشترك الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى قبل هذه الفترة، لهذا كان بإمكانها أن تمارس نشاطها الاقتصادي في هذه المنطقة، وقامت بذلك بنجاح كبير. استولوا عمليا على كل الامتيازات التي كان يتمتع بها الروس أو الإنجليز سابقا. لفت نظري أنه بعد أن بدأ تشكيل الفصائل الأشورية التابعة للقوات الروسية، توصلت القيادة العسكرية الروسية إلى استنتاج مفاده أن هذه الفصائل يجب أن يتولى قيادتها الضباط الأشوريو الأصل من بين عسكري الجيش الروسي، ذلك بسبب صعوبة طباع الأشوريين، إذ لا يؤتمرون ولا يخضعون لأحد، وخاصة سكان المناطق الجبلية. وقد وجدوا 48 ضابطا أشوريا في الجيش الإمبراطوري، وهذا العدد ليس بالقليل. وهكذا قاد الأشوريون الروس الفصائل الأشورية فيها. نعم، من الذين ولدوا وترعرعوا في الإمبراطورية الروسية. نعم، ووصفت في كتابك كيف حدث ذلك. تقول: كان الأشوريون من سكان المناطق الجبلية لا يعترفون إلا بسلطة الأمراء، ولم يكن باستطاعة أي جهود من طرف قيادة مجلس أورميا تعويد أبناء الجبال بين قوسين على النظام والطاعة. وأسهم أمراء المناطق الأشورية مساهمة كبيرة في إثارة الفوضى في فصائل الأشوريين من أبناء المناطق الجبلية، ولهذا لم تتوقف النزاعات العديدة بين فرق المتطوعين الأشوريين من المناطق الساحلية الذين كانوا يقاتلون جنبا إلى جنب مع ضباط الجيش الروسي من جهة، وأشوريي المناطق الجبلية من جهة أخرى، إذ دافع الجبليون بحزم عن البنية العشائرية في تشكيل فصائلهم. وأقنع هذا الأمر القادة العسكريين الروس، وخاصة ممثل القيصر الأمير الأكبر نيكولاي رومانوف، بضرورة إشراك فرق المتطوعين من المتعنتين في الوحدات العسكرية لجيش القوقاز. يعني هذه الأمور سببت مشاكل كبيرة للجيش الروسي، وقد تنبأوا بذلك منذ البداية، صحيح؟ للأسف لم تكن هذه المشاكل مدروسة مسبقا، ولو تم دراسة وتقدير كل شيء لما اضطر التعامل مع مثل هذه الخلافات بين الآشوريين. كان من الممكن أيضا وضع تكتيكي واستراتيجية إشراك سكان المناطق الجبلية هؤلاء في الشؤون العسكرية للجيش الروسي مع آشوريي المناطق الساحلية ومنع حدوث المشاكل، لكن للأسف لم يكن هناك مجال للاهتمام بذلك. الشيء الوحيد الذي يجب الإشارة إليه هو ما يلي: كان اللواء ريتشارد تيرمان في ذلك الوقت أحد نواب قنصل روسيا في وان، وكان شخصية مدهشة. كان ضابطا للمخابرات ومستشرقا بارزا، درس بشكل رائع ليس اللغات المحلية وحسب، وعقلية وسلوك الآشوريين في المناطق الجبلية والسهلية. كان يعرف كيفية التعاون معهم، وقد ألف كتابا رائعا حول هذا الموضوع. كان هذا بالأحرى تقريرا إلى الأركان العامة، تقريرا منه كضابط في المخابرات ونائب للقنصل. وقد قرأت هذا العمل الذي يصف فيه كل شيء بشكل رائع. الطباع والخصال النفسية تماما، لقد درس كل شيء بمنتهى الدقة، ووصف بشكل مفصل كيف يجب التعامل مع شعوب المنطقة. لذا يثير الدهشة سبب عدم اهتمام أحد بهذا العمل، وهذا ما افتقرت إليه روسيا في بداية الحرب. بالطبع. كان كل شيء كما جاء في كتابك سار بشكل عام نحو الهاوية والدمار بعد ثورة أكتوبر عام 17، وأقصد كل الانتصارات العسكرية التي أحرزت. نعم، فقدنا كل شيء. نعم، فقد كل شيء، ولكنه مع ذلك كانت هناك كما ذكرت في كتابك فصائل روسيا لم تمتثل لأوامر الحكومة المؤقتة، وواصلت مع الأشوريين العمليات القتالية تحت الحرب العالمية الأولى. كان ذلك في أراضي إيران. نعم، وصل القتال فيلق الجنرال باراتوف. نعم، كان هذا الجنرال باراتوف وجنود القوزاق. وكم من الوقت صار في القتال بعد الأحداث الثورية التي شهدتها روسيا في عام 17؟ تقريبا انضمام منطقة جنوب القوقاز إلى روسيا السوفيتية، أي حالما انتهى ضم جورجيا وأرمينيا وأذربيجان إلى البلد الجديد. كان هذا في نهاية عام 1920 وبداية 1921. قبل ذلك دفع القوزاق بنجاح كبير عن منطقة جنوب القوقاز، بل إن الجنرال نيكولاي باراتوف جاء إلى حكومة حزب الديمقراطيين الثوريين في جورجيا ونسق معها خطط المستقبل العامة. ولكن بعد أن دخلت قوة روسيا السوفيتية بقيادة البلاشفة سيرجو أورجانيكيدزي وسيرجي كيروف إلى مناطق جنوب القوقاز واستولت على الجمهوريات كلها، اضطر الجنرال باراتوف وجيشه مع الآشوريين الذين قاتلوا إلى جانبه إلى التراجع.
ووصلوا إلى المعسكرات في مشارف مدينة غاليبولي، حيث تحشدت كل بقايا القوات الروسية للجيش الأبيض. ثم تم إلغاء هذه المعسكرات وحرق الناس في جميع أنحاء أوروبا. أما الآشوريون الذين كانوا هناك أيضا فقد استقروا في البداية في بلغاريا وصربيا، ثم انتقلوا إلى فرنسا وبريطانيا وحتى إلى الولايات المتحدة. الجالية الآشورية في الولايات المتحدة هي الأكبر في العالم حاليا، ولا يعيش في الشرق الأوسط مثل هذا العدد الموجود في الولايات المتحدة. إذن بعد انسحاب روسيا من ساحات المعارك في الحرب العالمية الأولى، قرر الآشوريون، وهم يتذكرون طبعا ما جرى لهم قبل بضع سنوات، قرروا مغادرة أورميا، وأصبحت تلك هجرة جماعية لا مثيل لها في تاريخ الشعوب المسيحية في المناطق. صحيح؟ أنت على حق، إذ هاجر السكان المدنيون بأكملهم وباتجاهين. توجه جزء من الآشوريين إلى الجنوب إلى منطقة ما بين النهرين تحت حماية القوات الإنجليزية، ثم استقروا في بعض عموما في أراضي العراق. أما الجزء الثاني للآشوريين الذين عاشوا في شمال غرب إيران فقد نزحوا إلى الشمال، أي أن آشوري المناطق السهلية وآشوري أورميا استقروا بشكل عام في مناطق جنوب القوقاز، في تبليسي وأذربيجان وغرب جورجيا وأرمينيا، بينما نزح آشوريون المناطق الجبلية إلى مناطق أبعد شمالا. لماذا؟ لأنهم لم يمتلكوا التخصصات التي كان من الممكن أن تكون مفيدة في المناطق السهلية، علما بأنهم كانوا في المناطق الجبلية لا يقومون بأي شيء غير الماشية. لهذا توجهوا إلى مناطق أبعد بحثا عن فرص كسب الرزق وإطعام أسرهم. واستقر الكثير من الآشوريين أهالي المناطق الجبلية في موسكو ولينينغراد والعديد من المدن الأخرى في أواسط روسيا، ومارسوا مهنة الإسكاف. جاء في كتاب أيضا أن جزءا من الضباط الآشوريين شارك بعد الثورة البلشفية مع قوات الجيش القيصري السابق في محاربة البلاشفة، أي أن الضباط الآشوريين شاركوا في الحرب الأهلية الروسية إلى جانب الجيش الأبيض. نعم، إلى جانب الحرس الأبيض. ولكن كانت هناك فئة أخرى من الآشوريين، ويمكن القول أنهم كانوا من المثقفين، رأوا في الثورة الاشتراكية بريقة أمل في أن العديد من الشعوب الصغيرة ستتمكن من نيل الاستقلال والحرية وتشكيل حكمها الذاتي. وبطبيعة الحال فإن الأمراء الإقطاعيين الآشوريين يدعموا فكرة توزيع الأراضي على الفلاحين، وكانت الأفكار الاشتراكية خطيرة جدا بالنسبة لهم بطبيعة الحال. بالطبع. بينما كان المثقفون الآشوريون على عكس ذلك. نعم، تقبل هذا الجزء من الآشوريين الاشتراكية بحمل كبير، وكانوا يرون أن في أفكارها بعض عناصر الاشتراكية الوطنية، وسيكون بإمكانهم بفضلها نيل الاستقلال. وهكذا بعد ثورة عام 17 أسس الطبيب الآشوري والمنظر الأيديولوجي الأمية الآشورية والشخصية الاجتماعية البارزة فريدون آتورايا أسس الحزب الاشتراكي الآشوري. لو حدثتنا عن مصير مثل هؤلاء الناس الرومانسيين إلى درجة كبيرة والذين كانوا يأملون في مستقبل أفضل للشعب الآشوري، ماذا كان مصيرهم؟ تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الناس كانوا يمثلون النخبة التي كانت قد تشكلت قبل الحرب العالمية الأولى. فمثلا انتقل والد فريدون آتورايا قبل الحرب العالمية الأولى في أواخر القرن ال19 إلى تفليس، وكان مقاول بناء كبيرا، أي أنه من أسرة ميسورة الحال جدا. لهذا تمكن فريدون آتورايا من الدراسة في أحسن المدارس الثانوية، ثم درس الطب في جامعة تفليس. واهتم به الأفكار في أحد النوادي الطلابية؟ نعم، لأن حلقات وجماعات الاشتراكيين الديمقراطيين في جميع جامعات الإمبراطورية الروسية اكتسبت في تلك الفترة نجاحا كبيرا. كان الكثير من الطلاب متأثرين بالأفكار الاشتراكية. لهذا قرر فريدون آتورايا بعد عودته إلى الوطن بعد الدراسة، ولا سيما بعد قيام ثورة أكتوبر عام 17، أن الأفكار الاشتراكية بالذات ستساعد الآشوريين في تشكيل ولو الحكم الذاتي، ولكن على أساس الماركسية اللينينية. الحكم الذاتي في إطار جمهورية جورجيا؟ في إطار جورجيا في البداية، ثم الاتحاد السوفيتي. ولكن هذا للأسف لم يحدث. كانت مقالة فريدون آتورايا تنشر بنشاط في صحيفة اشتراكية بارزة في جنوب القوقاز. كانت جريدة الحزب الشيوعي في جورجيا تسمى
فجر الشرق، وكانت من جريدة برافدا. وعندما كنت أبحث في الأرشيف الجورجي وجدت 5 أو 6 من مقالاته كانت تتضمن ملاحظات مهمة حول العلاقات المتبادلة بين روسيا السوفيتية وتركيا كمال أتاتورك، وتضمنت تحليلا للعلاقات مع إيران والشاه رضا باهلوي. كتب تورايا أيضا عن مصالح الآشورية والأكراد واليونانيين، أي عن كل الشعوب الصغيرة التي كانت تعيش في هذه المناطق، لاهتمامها بتوسيع إمكانياتها وحقوقها في مجال اكتساب الوعي الذاتي القومي. وطرح فريدون أتورايا أيضا فكرة عودة الأشوريين إلى أورميا في إيران، أي أراد الأشوريون على العموم أن يسمح لهم بالعودة إلى مدينتهم التي اضطروا لنزوح منها أثناء الحرب والإبادة الجماعية. تقدم فريدون أتورايا بهذا الاقتراح إلى وزير خارجية روسيا غيورغي تشيتشيرين، وانقلب هذا الطلب فيما بعد إلى كارثة عليه إذ أدى إلى مصرعه. وماذا حدث له بالضبط؟ أعدموه في عام 26 جاسوس بريطاني. يعني من الواضح أنها كانت الحجة، ولكن ماذا جرى في حقيقة الأمر؟ نعم. إليك السبب. فريدون أتورايا قرر في عام 18 عندما كانت حكومة ديمقراطيين ثوريين على رأس السلطة في جورجيا، قرر طلب المساعدة من قوات الاحتلال الإنجليزية التي كان جزء منها موجودا في باتومي الجورجية. وتوجه تورايا خصيصا إلى قائد القوات البريطانية في باتومي الجنرال ويليام تومسون، طالبا بتقديم المساعدة للآشوريين في سعيهم للعودة إلى ديارهم في أورميا وتشكيل حكومة ذاتية هناك. وعلى ما يبدو فإن الإنجليز قد وعدوا بذلك فعلا، لقد وعدوهم بحكم ذاتي. كان موقفهم إيجابيا من هذه الفكرة، إلا أن الفيلق العسكري البريطاني نفسه اضطر لمغادرة جنوب القوقاز بينما دخلتها قوات البلاشفة وأخذت تقوم عملية إقامة السلطة السوفيتية هناك. وأخذ فريدون أتورايا آنذاك يدافع عن مصالح الآشوريين بقوة مضاعفة. كتب إلى وزير الخارجية تشيتشيرين عن أن سلطة كمال أتاتورك في تركيا وسلطة الشاه في بلاد فارس هما عمليا نظامان معادين للشعب الآشوري وباقي الشعوب الصغيرة. لم يكن مثل هذا الموقف بطبيعة الحال يرضي غيورغي تشيتشيرين، إذ لم يكن أحد في العالم آنذاك يعترف بروسيا السوفيتية الفتية، بينما اعترف بالنظام الجديد إيران وتركيا بالذات برئاسة مصطفى كمال أتاتورك. نعم، كانت تلك فترة شهر العسل بين تركيا الفتاة والسلطة السوفيتية، هذا صحيح. ولهذا لم تكن روسيا السوفيتية تنوي اتخاذ أي خطوات من الممكن أن تؤثر سلبا على العلاقات مع أتاتورك وشاه إيران. وقد سلم البلاشفة للأتراك آنذاك جزءا من أراضي جورجيا وأرمينيا. نعم بالضبط، كعربون صداقة يعني إن صح التعبير. نعم. وشعر الجميع آنذاك على ما يبدو أن تورايا سوف يحرجهم بأفكاره، فقرروا اعتقاله. أما سبب إعدامه فقد أصبحت أدلة الشهود من وثائق الأرشيف، وجاء فيها أن دون تورايا التقى بالجنرال ويليام تومسون قائد الفيلق العسكري الإنجليزي، وعلى أساس هذه المعلومات تم تلفيق قضية التجسس لصالح إنجلترا. من جهة أخرى فإن الآشوريين من اليساريين قام تأسيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي للعمال الآشوريين، وكان الحزب يضم أناسا كانوا يثقون بصدق بالمثل العليا للشيوعية، ومع ذلك فقد وقعوا ضحايا لأعمال التنكيل في عامي 37 و38 بالضبط. هذه الاعتقالات والإعدامات الجماعية جرى معظمها في أماكن سكن آشوريين في روسيا السوفيتية. لم يحدث مثل هذا الشيء في جورجيا وأرمينيا. وأعيد إلى الأذهان أن أغلبية الآشوريين في روسيا كانوا من المناطق الجبلية، أما من عاش في جنوب القوقاز فقد ظلت سلطة المحليين قوية. لهذا مهما حاول بعض البلاشفة المحليين من قادة هيئات السلطة السوفيتية مواجهة هذا التأثير، إلا أنهم لم يفلحوا في ذلك عمليا. ربما لأنهم حافظوا على تقاليدهم الدينية أيضا، صحيح؟ لقد راعوا التقاليد الدينية ولكن لحد أقل، فقد كانت الصلات العشائرية هي الأقوى واعتبرت من مخلفات النظام الإقطاعي. بالضبط. لهذا اضطر القادة الحزبيون في الجمهوريات لمراعاة ذلك. أما في روسيا فقد كان قادة الحزب غير قادرين على تفهم ذلك إذا تعرض الآشوريون لأعمال القمع.
وهل أعدم كثيرون في تلك المرحلة؟ نعم، كثيرون جدا. مثلا كان يوجد في أحد شوارع موسكو في عام 22 بيت سلموه للآشوريين اللاجئين بأمر من فلاديمير لينين نفسه، وعاش الآشوريون فقط. في هذا البيت فقط تم في عام 37 و38 اعتقال وإعدام 40 رجلا، وتيتم البيت يبقى فيه إلا النساء والأطفال والشيوخ. طبعا شارك الآشوريون لاحقا في الحرب الوطنية العظمى. نعم بالطبع. طبعا أنذاك شارك الجميع على قدم المساواة. طبعا. ومع ذلك تم ترحيل الآشوريين في عام 49 إذ رحلوا الجميع. وأوردت في كتابك قصة امرأة آشورية قد خاضت الحرب كلها وكانت ممرضة وأنقذت حياة الكثيرين، ولم تفهم هذه المرأة سبب ترحيلها. هل يمكنك أن توضح لنا سبب تعرض الآشوريين للترحيل ضمن القوميات الصغيرة الأخرى في روسيا طبعا التي تم ترحيلها إبان الحرب وبعدها؟ يعني كيف تفسر ما جرى آنذاك للشعب الآشوري في الاتحاد السوفيتي؟ هذه قصة غامضة. يعني هل توجد وثائق محفوظة عن ذلك تشرح ما حدث؟ يوجد مختلف الوثائق، ونشرت في كتابي إحدى الرسائل التي أرسلت من سيبيريا إلى موسكو تضمنت السبب التالي للترحيل. كان هناك نقص في الأيدي العاملة في سيبيريا، علما بأن الآريين بناؤون رائعون ويمارسون هذه المهنة من زمان، كما أن الكثير من الآشوريين ظلوا حتى عام 38 يحتفظون بالهوية التركية والإيرانية، أي كانوا يتمتعون بوضع اللاجئين على الرغم من كونهم سكان الاتحاد السوفيتي. كان من الممكن أن يكون هذا سببا أيضا. كناحية أخرى أيضا، فالآشوريون كانوا يتميزون بطبع خاص وبحبهم للحرية وبصلات قوية مع بعضهم بعضا، إذ نظموا قبل جميع الشعوب الصغيرة في الاتحاد السوفيتي جالية لهم، وأخذوا يصدرون جريدتهم الآشورية التي كانت توزع في العالم كله بما فيه حتى في الولايات المتحدة. وعندما كنت في شيكاغو زرت إحدى المكتبات الآرية الكبيرة، فوجدت هناك صحفا كانت قد صدرت في تبليسي، منها جريدة فجر الشرق التي تحدثنا عنها أعلاه، ويحتفظون بكل أعدادها منذ عام 25 إلى عام 38. وفي عام 38 بعد أن أعدم رئيس تحريرها أغلقوا كل شيء طبعا. أغلقوها رغم أنها انتشرت في العالم كله. لا بد من الإشارة هنا أنه في العشرينات والثلاثينات كانت ثمة حرية كبيرة في الاتحاد السوفيتي. نعم. بالنسبة للقوميات والشعوب الكثيرة. في أوكرانيا مثلا صدرت الكثير من المطبوعات باللغة الأوكرانية، كما كانت تصدر في جورجيا وأرمينيا. نعم، كانت هناك مدارس آرية على سبيل المثال، وأنهى والدي مدرسة ثانوية آشورية. ثم أغلقوا كل المدارس القومية. أغلقوا بعدها كل شيء. كان يوجد مسرح آشوري في جورجيا في أحد أفضل المباني في تبليسي، وكان مسرحا مشهورا جدا، ثاني أكبر مسرح بعد مسرح شاتوستافيلي، أحد أقدم المسارح الجورجية السوفيتية. وقدم الآشوريون بلغتهم الأم العديد من المسرحيات، ابتداء من مسرحيات مولير وانتهاء بأعمال فريدون التورايا نفسه. لذا أظهر الآشوريون نشاطا كبيرا. هذا النشاط بالذات خاف السلطة السوفيتية، واعتبروا مثل هذا النشاط تعصبا قوميا، أي عقيدة تخالف المبادئ الأممية. وهل يحافظ الآشوريون بعد تفكك الاتحاد السوفيتي على تقاليدهم ويتكلمون بلغتهم، أم أن الكثيرين منهم مع ذلك يعني تروسوا إن صح التعبير ويتحدثون باللغة الأم ولا يتذكرون التقاليد؟ عملية الاندماج في المجتمع قوية بطبيعة الحال، فقد اختفى عمليا العديد من المناطق السكانية المتجانسة للآشوريين، وظلت الجاليات وأكبرها موجود في سان بطرسبورغ وموسكو وفارش. هناك جالية قوية جدا في كوبان مركزها في بلدة أورميا. وبعد عام 1985 أخذت تظهر منظمات وجمعيات وطنية آشورية، وكنت شخصيا نائب رئيس المؤتمر الآشوري للاتحاد السوفيتي الذي تم تأسيسه رسميا في عام 1990. ونشرت حتى جريدة برافدا الصحيفة الرئيسية في الاتحاد السوفيتي نبأ عن ذلك. وكل ما جرى في العشرينيات أي في بداية القرن من التمتع بالحريات
أخذ يجري عمليا بعد البيرسترويكا عام 1985. لقد منحوا الحرية آنذاك لمثل هذه الحركات، وكان من الممكن رسميا تشكيل المنظمات الوطنية والمدارس وغير ذلك. آمل أن تبقى الحريات هذه المرة لفترة طويلة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك على هذا الحديث دكتور. شكرا لكم أيضا على هذا الاهتمام بقضايا شبيه. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع الدكتور سيرجي أوسيبوف. نتابعنا الأسبوع القادم مع حلقات جديدة. في أمان الله. به قناة آر. شكرا لمراسلتنا في القدس داليا.